كونيتشوا منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا باتم الصحة والعافية. اليوم سأقدم لكم أفضل 10 أنميات ستعود في موسم الخريف، موسم خريف 2025. بعض الأنميات منها لدينا كينغدوم، وان بانش مان، بوكو نو هيرو، سباي فاميلي والكثير من الأعمال. خلونا نوصل هذا المقطع إلى 4000 لايك، فأعتمد عليكم وبدون إطالة أكثر يلا بينا. تخيل معي جين توكي هو أستاذ في مدرسة. نعم، هذا ما سيقدمه لنا الأنمي الجديد الخاص بجينتاما، أنمي جينتاما تريزي جينباتشي سينسي. العمل مقتبس من رواية خفيفة. الأنمي يأخذنا إلى فصل مدرسي مليء بالكوميديا الساخرة التي عودنا عليها جينتاما. هذه المرة الأستاذ جينباتشي سيكون معلم صف زد 3، حيث يتعامل مع طلابه بأسلوب غريب ومجنون، مع مواقف مضحكة تتجاوز المنطق. الانمي سيكون من انتاج استوديو بانداي نامكو بيكتشرز، وهذا المشروع يعيد الروح الكوميدية الفوضوية التي احبها جمهور السلسلة، ويقدمها في قالب مدرسي ساخر مختلف تماما. والانمي التالي معنا عندنا كينغدوم. الملحمة التاريخية كينغدوم تستمر وبقوة. الموسم السادس سيبدأ عرضه في يوم 5 أكتوبر ليكمل صراع جيوش مملكة تشين ضد مملكة زاو. الأحداث تدخل مرحلة جديدة أكثر دموية واستراتيجية، حيث تقود الجيوش الكبرى معارك ضخمة مصيرية. هذا الموسم سيغطي واحدة من أعظم اللحظات في المانجا، مع ظهور شخصيات جديدة تغير موازين الحرب. استوديو بيروت بالتعاون مع سيجن بوست سيرفعان مستوى التحريك والإخراج ليقدما مشاهد قتالية مذهلة وأجواء ملحمية تليق بالقصة. فلمحبي الأنميات التاريخية والمعارك الاستراتيجية، كينغدوم لا يزال يقدم درسا في كيف يصنع أنمي ملحمي وتاريخي. استعدوا لمعركة ستحدد مصير الأمة بأكملها. الموسم الثالث من ريكورد اوف رانجاروك او شوماتسو نو فالكيريا سيبدأ عرضه في الخريف، لكن متأخر، بمعنى في ديسمبر وليس في اكتوبر. طبعا هذا الانمي كما نعرف هو من نتفليكس، فسيتم تنزيله دفعة واحدة. الموسم الثالث سينقلنا للجولة السابعة من البطولة المصيرية. بعد الانتقادات السابقة لجودة الانتاج، سيعود هذا الموسم بتحسينات واضحة تحت إشراف كويتشي هاتسومي، وبالتعاون مع استوديو يوميتا كامباني واستوديو مارو انيميشن. الاحداث تتصاعد مع مواجهات اسطوريه تجمع بين شخصيات تاريخيه واسطوريه بمعارك بين الحياه والموت. ما يميز هذه السلسله انها لا تكتفي بالاكشن الدموي فقط، بل ايضا تقدم لحظات دراميه عاطفيه تضيف وزنا لكل مواجهه. اذا كنت تبحث عن اثاره مشبعه بالخيال والتاريخ، فهذا الانمي قد يكون مناسب لك. To Your Eternity أو فوماتسو نو أناتا يعود بموسم ثالث. رحلة بطلنا فوشي تستمر بجزء جديد مؤثر يلامس القلوب. الموسم الثالث سيعرض في 4 أكتوبر، وسيكون من إنتاج استوديو برينز باس، نفسه اللي أنتج الموسم الأول والثاني، وسيأخذنا إلى تحديات جديدة يعيشها بطلنا فوشي في عالم يتغير باستمرار. الانمي معروف بعمقه الفلسفي وقصصه المؤثرة التي تتناول معنى الخلود، فقدان الأحباء، وتجربة الحياة عبر العصور. تخيل معي بعد 6 سنوات من الانتظار يعود لنا بطلنا سايتاما. نعم، الموسم الثالث من وان بانش مان يعود هذا الخريف. وان بانش مان سيعود لنا بالموسم الثالث ويدخل مباشرة في آرك الأكاديمية، حيث سنشهد مواجهات أكثر عنفا وضخامة بين الأبطال والوحوش. هذه المرة سيتم التركيز على شخصيات مثل جارو وكينج، مع أحداث مصيرية تغير مسار القصة. استوديو جي جي ستاف مع تحدي جديد مع وان بانش مان. استوديو جي جي ستاف وعدنا بتحريك أسطوري على مستوى عالمي، فأتمنى أن يعيد هيبة الأكشن التي كانت في الموسم الأول واللي كان من ماد هاوس. فأتمنى يكون الموسم الثالث إنتاجيا أفضل من الموسم الثاني. فنعم، الكوميديا الساخرة مع القوة الأسطورية، الضحك والحماس يعود لنا في خريف هذه السنة. واحدة من أبرز الأعمال وان بانش مان.
أنا حزين جدا لأنني سأقول لكم النهاية الكبرى تقترب. واحد من أفضل الأعمال بوكو نو هيرو سيعود لنا بموسمه الأخير، الموسم الثامن، الذي سيقودنا إلى مواجهة فاصلة بين الأبطال وأخطر شرير في القصة. All for One استوديو بونز يضع كل خبرته في هذا الجزء الأخير الذي سيقدم معارك خرافية ورسوم متفجرة ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور. هذا الموسم ليس مجرد نهاية، بل هو تتويج لمسيرة كاملة امتدت لسنوات. فلمحبي الأكشن والدراما البطولية استعدوا لوداع أسطوري لا ينسى. سباي فاميلي الموسم الثالث. العائلة الجاسوسية الأشهر في الأنمي تعود بموسم ثالث، سيعرض هو أيضا في أكتوبر، وسيواصل مغامرات العميل السري المدعى لويد والقاتلة يور والطفلة آنيا ذات القوة الذهنية الخارقة. هذا الموسم مزيج بين المهمات التجسسية والحماسية مع المواقف الكوميدية العائلية التي لا تنتهي. وأيضا راح نشوف ماضي بعض الشخصيات مثل البطل لويد، كالعادة سيتكلف به استوديو ويت بالتعاون مع استوديو كلوفر ووركس، مما يضمن لنا استمرار في جودة التحريك الأسطوري وأيضا الموسيقى التصويرية التي تزيد من الأجواء متعة وحماسية. ولعشاق الموسيقى يعود لنا الموسم الثاني من بلو أوركسترا، الأنمي الموسيقي الذي أثر قلوب الجميع. يعود لنا بموسم ثاني في موسم الخريف، يواصل سرد قصة هاجيمي أونو العازف العبقري على الكمان، وهو يسعى لإيجاد مكانه وسط عالم الموسيقى الكلاسيكية مليء بالتحديات والمنافسة. الموسم الثاني يركز أكثر على تطور العلاقات بين أعضاء الأوركسترا وأيضا الصراعات الداخلية التي تشتعل مع اقتراب مسابقة الأوركسترا. فإذا كنت تبحث عن تلك الأنميات الهادئة والأنميات الموسيقية مثل كذبتك في أبريل، فهذا الموسم سيكون محطة مثالية لمتابعة رحلة أونو وأصدقائه. والكوميديا الكلاسيكية تعود من جديد بعد نجاح إعادة إنتاج اليانبو الأحلام أو أنمي رانما. يعود بموسم ثاني وسينطلق في الخريف ليواصل مغامرات رانما الغريبة. ما زال الأنمي يحافظ على طابعه الكوميدي والرومانسي الأصلي الذي كان من روميكو تاكاهاشي، لكن هذه المرة باستوديو ديفيد برودكشن، الإنتاج برسوم حديثة وجودة إخراجية تواكب الأنميات الجديدة. وهكذا يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع أبرز أنميات الخريف. أخبرونا في التعليقات ما هو أكثر أنمي تنتظروه في موسم الخريف، ولا تنسوا أيضا مشاهدة مقطع أفضل الأنميات التي تنزل حاليا. فنعم، شكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي في مقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.